ضيف الحلقة النهاردة هو الجاد فاذر بتاع الذهب في مصر، محلل اقتصادي القناة العربية، مدير مؤسسة شركة جولدن ايرا. هو عامل لها نجاح ضخم جدا الفترة اللي فاتت، أفضل صانع محتوى عربي للذهب في سمارت فيجن، وهو السبيكر الرئيسي عندهم، وعنده دبلومة في الأسواق المالية من تومسون رويترز، مؤسس موقع فهمني اف اكس. مستر أحمد فهيم. مستر احمد، عامل ايه؟ ازيك يا سيدي؟ صحتك عامله ايه؟ حبيبي ربنا انا مبسوط جدا ان انت معانا النهارده. يا رب بجد يخليك. والله شرفتني. اخبارك واخبار صحتك ايه؟ كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. كنت عايز اعرف، انت ما شاء الله عليك، يعني انت بيتقال عليك امبراطور الذهب في البلد. بصراحه مش بجامل والله، بجامل. انت ما شاء الله عليك في نقطه الذهب. بس انا عايز اعرف قبل الذهب، هل انت كنت بدات في المجال ده يعني على طول على حته الذهب، ولا كاف اكس، ولا بدات ازاي؟ لا هي القصة يعني فيها صدف كتيرة جدا. انا سافرت في 2008 واول بلد سافرتها كانت قبرص، وكانت بالصدفة بقى هي انت عارف هي كان تاني مركز مالي بعد لندن في سوق المال. وانا كنت دارس اقتصاد في جامعة اسكندرية، فكان عندي فرصة ان انا اكون موجود جوه الشركات دي، وتعلمت واحدة واحدة كل حاجة عن الفاينانس. وكان عندي اختيارات بقى اشتغل فاندمنتال ولا تكنيكال، وانا كنت ميولي اقتصادي اكتر. فاشتغلت فاندمنتال ودرست سوق مال، وكان عندي تعاقد مع تومسون رويترز. ما شاء الله. وبدأت من هناك القصة لحد ما رجعت الوطن العربي، وبدأت بقى فكرة الذهب. يعني ما بداتش كانفستور، ما بداتش الموضوع كانفست؟ لا انا بدأت كإديوكيتور. انا كنت بشرح وبدرس وبتريد طبعا، لحد لما بقيت جوه الشركات نفسها، وكان عندي بقى مساحة ان انا اتعلم استراتيجي اكتر واتلمست على ايد ناس كويسة جدا، يعني هم اللي علموني، عشان كده بحب اعلم يعني. لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طب انت دلوقتي لما جيت مصر من قبرص، انت جيت من 2000 وكام؟ من حوالي 2018. 2018. ايه بقى الجيرني بقى بدأت ازاي في مصر؟ هي كانت رحلة جميلة جدا، كانت مع الفوركس العربي مع صديقي أشرف شريف، وهو كان صاحب المؤسسة. وكان في بينا تعاون بحيث ان انا بكون الاديكيتورز وهو المسؤول عن الماركتينج والسيت اب بتاع الشركه يعني. والحمد لله انا فاكر ان في الفتره دي كانت الاكاديميه دي واحده من اقوى الاكاديميات في الوطن العربي يعني. حته الذهب بقى اللي ما شاء الله عليك فيها قوي قوي يعني، دي بداتها مع شركات ايه؟ بص، هي الموضوع بدا بالصدفه، لان تجار الذهب بيكون ليهم مساحه شغل مع الشاشه. فمن هنا بدات اتعرف على تجاره الذهب اكتر، فشدتني قوي. انت عارف الحته اللي فيها قديم وجديد دي. فلما دخلت كان من وزع ان انا عايز اتعلم اكتر عن الفيزيكال جولد، ازاي بيتم التداول عليه، وخصوصا ان انا كنت جاي من الامارات. والامارات فيها فيزيكال وبلاتفورم، هم رابطينهم ببعض. وده كانت المنظور بتاعنا ان احنا ممكن نعمل حاجه في مصر مختلفه عن اي حد. والحمد لله قضيت برضو فتره في جولد ايرا قبل ما اسيبها، ودلوقتي بقيت مهتم اكتر بالذهب والفضه وسوق المال عموما. انت عملت نقله في جولد ايرا ده بجد، يعني فكره الذهب الدليفري ده كان حاجه جامده جدا يعني. بص، جولد ايرا منظومه متكامله، مش قايمه على شخص او فرد. الفكره عمري ما هدعي ان هي كانت فكرتي، لكن انا كنت مؤمن بيها جدا. من رئيس مجلس الاداره لاعضاء الفريق للقائمين على الشركه، كان في حب ما بينهم وما زال. وانا بظن ان هو ده اللي بيسبب النجاح، لكن الفكره كانت قويه جدا ومختلفه. ده حقيقي. ده كان انت دخلت، بقول لك عملت نقله في الحته دي ما شاء الله يعني، نجحت قوي ما شاء الله. الحمد لله. طب احنا انت دخلت جوه مطبخ قبرص. مطبخ قبرص ده يعني تاني اكبر مطبخ للتداول في العالم مثلا. مظبوط. قبل دبي كمان يعني. هو دلوقتي حتى عليه السبوت اكتر عشان الضرايب هناك اقل وهكذا. بس حته قبرص كان فيها بقى، عارف، مطابخ الهيدج فاند والبروكريج ودخلوا على البرو فيرم، هم خاربين الدنيا. صح. المطابخ دي كشركات، الشركات ايه المشكله بتخليها تدخل الميدل ايست تعمل مشاكل؟ ده السؤال ده انا بساله لكل الناس. ليه الشركات بتبقى كويسه بره، تيجي هنا تبوظ؟ نقطه الماركتنج مثلا، هم ما بينتشروش كفايه، بينتشروا عن طريق الافراد بس. ايه المشكله في الحته دي؟ هل هم بيعملوا عروض كتير؟ ده غلط ده صح؟ الماركتنج ايه الحته دي؟ بص يا اسامه، انا مقتنع ان قبرص، بوافقك في الراي، ان هي كانت تاني اكبر مقر للشركات بعد لندن. وما كانش في دبي يعني. لو هتكلمي عن اسكا اللي هي دبي يعني، لا دي لسه حديثه العهد جدا. لكن قبرص سايسك دي بقى لها اكتر من 20 سنه. هناك المقر الرئيسي الميتا كوت، اللي هي بتدي الميتا تريدر 4 و5. في اكتر من شركه هناك هي بدات مع بدايه المنظومه كلها. فبناء عليه انا شايف ان قبرص كانت المهد والانطلاقه لمعظم الشركات. لكن انا شايف ان في تحول كبير جدا في ايديولوجيه التعامل مع العميل العربي والعميل الغربي. العميل الغربي هو مهتم بيه جدا، ما ينفعش ما يدلوش السيرفيس اللي قايمه على القوانين. وهنا ببساطه وبكل وضوح يا اسامه، هي بترجع
ان احنا لسه الدول العربيه مش كلها عامله تراخيص للتداول. فبناء عليه انت مديله كشركه اريحيه انه يتعامل معاك برخصه قويه، برخصه ضعيفه، من غير رخصه اصلا للوطن العربي. ليه؟ لان الدوله نفسها مش هتراجع عليه. ولو دوله عربيه زي الامارات مثلا دخلت، ما هي عملت لايسنس ونجحت ان هي تكون ليها السبق في المنظومه دي. طب هل اللايسنس بتاع الامارات مش بتدخلهم على، يعني انا سمعت ان اللايسنس بتاع الامارات اصلا للمواطنين الاماراتيين، يعني اللي يقدر يتعامل على اللايسنس دي او فعليا بيدخل جرانتد على اللايسنس دي هو المواطن الاماراتي. طب بالنسبه بقى للوطن لا لا لا، الاسكا مش كده. الاسكا المينا ريجن كلها، يعني انت لو شركه واخده تراخيص من هيئه الرقابه الماليه الاماراتيه، لو انت في مجلس التعاون فانت تقدر تدخلها وهي بتديك كل الحمايه طبعا. طب لو الشركه تمام وكل حاجه، ليه الماركتنج بتاع الشركات ضعيف وبيبقى مقتصر على الافراد والاي بيز وكده؟ ما انا هقول لك، هي الفكره كلها تعال نشوف بقى فرق القوه ما بين الشركات زمان والشركات دلوقتي. هل الموضوع مقتصر على ان انا شركه قويه بالسيرفيس بتاعتي، ولا مقتصر على القوه اللي بيديها لي الماركتنج؟ يعني مثلا بدون ذكر اسماء شركات طبعا، انا هلاقي ان في اخر 10 سنين الشركات اللي كانت بتسيطر على الوطن العربي هي الشركات اللي بتعمل ماركتنج اكتر يا اسامه، مش بتدي خدمات اقوى. يعني مين اللي بيعمل جوجل ادوردز، مين اللي بينزل على اليوتيوب مع كل اعلان، مع كل ريلز، مين اللي بيجيب الاسامي الكبيره كاي بيز وكايجنسي في كل مكان في الوطن العربي. هو معتمد اعتماد كله على ان هيبني التيم بتاعه او هيبني فكره منظومه الشركه على الناس دي. ده مش غلط، هو واي اوف سيل، يعني هو طريقه بيبيع بيها. لكن لما بتيجي تخش جوه قلب الشركات دي بتلاقي عندها مشاكل كتيره جدا. طبعا هي بقت محميه بان العدد عندها بقى كبير جدا، عدد العملاء كبيره جدا. لما انت تيجي تتكلم عليها او تنتقدها يبقى انت حاقد مش ناصح. ايوه فاهم؟ يعني خلاص، لان هو عارف يعمل لنفسه غلاف. فبناء عليه لو هتسالني، انا مش راضي تماما عن الوضع اللي احنا فيه اليومين دول، ولازم يكون في اعاده تقييم. وخلي بالك ان ده السبب الرئيسي اللي خلانا نطلع معاك البودكاست ده. ما هي الفكره، ما هو هم ما بيهتموش بالماركتنج الفعلي، هم بيروحوا يعملوا عروض كتير كتير كتير، عروض بونص ما اعرفش 100%. انا اصلا ضد فكره البونص. انت مع فكره البونص دي برضو ولا لا؟ برضه هو واي اوف استراتيجي. يعني انت هتلاقيني مش مع ومش ضد اي حاجه خالص، بس خلينا نتفق ان انت طالما عطيت بونص، انا وانت عارفين ان البونص ده انكفرد، يعني انت مش بتغطيه. ايوه فبناء عليه لو انت هتبقى ابيوزر هتعرف تستخدم البونص ده ضد الشركه، هي هتدولك مره وبعد كده هتقول لك مالكش بونص، فيبان ان هو كان مديهولك تو سكام دي اذرز عشان تخش تغلس على شركات تانية بالبونص ده. وبدون برضو ذكر اسماء، كان في شركه كبيره جدا وقفلت خلاص. الشركه اللي قفلت دي كانت بتعمل كده، كانت بتدي بونص 30%، 50%، 100%، بس شرطه لو كسبت عندي مش هتسحب، لو خسرت عندي الكريدت والبالانس ساعتها مبروك هديك تاني. ما ده شغل الهيدج بقى، الاربيتراج، والفئه اللي طلعت من الحته دي ومسكت فلوس، وفعلا في شركات قفلت بسببها. مظبوط. طب دي سببها العرض ده ولا الماركتنج نفسه اللي فيه مشكله؟ لا، هو انا شايف ان الماركت نفسه بقى فيه مشكله، لان الشركات بقت كتيره والهيئات التراخيص بقت كتيره جدا انليميتد. فبناء عليه انت ما تعرفش تطلع الصالح من الطالح. وعشان كده انا بشوف ان لو هتسالني انا كرايي كاحمد فهيم في الوطن العربي تحديدا، وده اللي يهمنا، انت بقيت مش بتدور على اسم الشركه، بتدور على مين اللي بيجارانتي الشركه. يعني ايه الاسم اللي موجود في الشركه ده اللي انا لو دخلت الشركه هخش عشان خاطر اسامه. اسامه هو اللي هيحميني، اسامه لو عندي مشكله هو اللي هيديني فلوسي، اسامه هو الشخص مش الشركه. انت متخيل؟ فبقى في عبء عليك انت كاسامه، ان انت حتى لو مثلا ريجنال في شركه او مسؤول كبير في شركه، انت عارف ان انت اللي على المحك. الشركه دي ممكن تقفل بكره، ممكن تقفل بعده. لو هي هيئات الرقابيه ضعيفه، حقوق الناس مش هتعرف تجيبها، نمسك في مين؟ في اسامه. وعشان كده عد على صوابع ايدك. ضحايا كتير جدا، بس الضحيه الاكبر هو ممكن يكون الشخص اللي خلاص حط اسمه مع اسم شركه، ممكن يكون مش ضامن، او حتى هم يعني ممكن يكونوا غفلوه مثلا في ان هم لا احنا هنعمل وهنسوي وهنظبط الدنيا وكل الناس هتصحى، وفي الاخر ما فيش حاجه بتحصل والشخص ده ممكن يتاذي. طب ما دي يظبطوها ازاي؟ يعني ايه الضابط او الرابط في الحته دي؟ بص يا اسامه، احنا بنتكلم في مجال مالي، صح؟ ما فيهوش خير وشر، ما فيهوش صح وغلط. من اول الموظف لحد صاحب الشركه لحد العميل، كل المنظومه دي داخله تعمل فلوس. مفيش حد داخل هنا عشان خاطر بيحب الخير للاخرين. فبناء عليه انت داخل هنا تعمل فلوس، موظف داخل تعمل فلوس، مبيعات، ماركتنج، ريجنال، عندك كونكشن، انت داخل عشان تعمل فلوس، صح؟ حتى العميل هو عينه بتلمع لما بتقول له انا هديك بونص، عينه بتلمع لما تقول له انا هخليك تخش بسبريد قليل، هو عينه بتلمع عايز يخش يشتغل، صح؟ طيب يعني معنى كده انا في منظومه ماليه، المنظومه الماليه ليس لها اي قيود، الأذكى هو اللي هيكمل
وبناء عليه انا بشوف ان الشركات اللي بتحافظ على الاستمراريه من المصداقيه هي اللي بتعرف تكمل. وعشان كده دايما احنا بنخاف من الشركات اللي ممكن يبقى بقالها فتره في الماركت على فكره. يعني الفريش ممكن تتعامل معاه احسن لو انت عارف ان هو قوي وليه وجود وليه ثوابت في التراخيص، هتتعامل معاه. لكن اللي بقاله مثلا 10 15 سنه ده اللي ممكن يقول لك مع السلامه انا تعبت. بس في اسمين كده ممكن يكون فعلا عندهم فوق ال 20 سنه، انا وانت عارفينهم اكيد. طبعا الناس دي منهم حد ما بيقبلش مثلا كريبتو مثلا مثلا، ده حد فيهم، وحد تاني تعاملاته الماديه صعبه جدا مع انه عنده مودعين محليين وفي نفس الوقت برضه عنده مشاكل. مظبوط. فهي فعلا ملهاش قيود معينه. بس دلوقتي الشركات بقت ذكيه قوي. يعني مثلا موضوع الفضه الرقمي والذهب الرقمي اللي بدأ بقى في شركات تعمله، ودي حاجه كانت بصراحه أنا الى الان مخضوض منها جدا. هل فعلا الشركات دي تعرف تعمل ده بشكل واقعي وتحقق فيه نجاح ولا لا؟ طب تعالى ندي فكره الاول عن المعنى اللي انت قلته، عشان لو حد لسه بيتابعنا لاول مره ولسه مش فاهم احنا بنتكلم عن ايه. العالم داخل على مرحله تحول في الذهب والفضه. زمان كان الذهب والفضه هي وعاء ادخاري بيتجاب فيزيكال بيتحط تحت المخده، وكان موجود على الشاشات دي للسكالبرز او للناس اللي بتحب تضارب بحاجه اسمها مارجن او لافريج، يعني هيخش يشيل اكتر من وزنته بنظام التامين اللي موجود برضو في السوق. وده الغريب ان انا لما دخلت الاسواق المحليه اسامه لقيت ان التجار بينهم بعضهم عندهم لافريج. ده والله والله يعني انا ممكن اروح اديك كتاجر 500 جرام واقطع معاك 5 كيلو. يا ما هو ده لافريج. دي رفعه اهي، هسيب 100 جرام وكيلو. طب الذهب لو عكس عليا ما قيمته ال 100 جرام ذهبك راح لو مش هتعزز. نفس المنظومه. نفس المنظومه، بس دي شفهيه ودي عبر ايه؟ شاشه. فبالتالي كان الذهب والفضه مقتصرين على التداول باي لافريج. في الفتره الاخيره بدأ يظهر وينتشر، وخصوصا في الوطن العربي، هو موجود في أوروبا وفي أمريكا من زمان، فكرة الذهب والفضة الرقمي، وهو بدون ليفرج يا أسامة. وده تحدي كبير جدا بقى للشركات. الشركة عايزة فوليوم كبير، عايزة الراجل اللي يخش ده يخش على رفع على طول، يخبط لوت 2 لوت 10 لوت، يكسب نفسه يخسر نفسه مش مهم، هنعرف نعمل الكفر بعدين. لكن في النهاية أنا عايز فوليوم. كل الشركات عايزة إيه؟ فوليوم. في نوع تاني بقى من الاستراتيجي، وهو ان انا هديك الذهب الرقمي او الفضه الرقميه 1:1. فبناء عليه لما تيجي تبص للذهب او الفضه مثلا قبل ما اطلع معاك البودكاست ده يوم الجمعه اللي فاتت عامله 15% في يوم. طب ما ده لافريج. انت كده عايز 1 إلى كام؟ ما هي 1 إلى 1 كفايه، لان انت بتقول ان المتداول الشاطر هو اللي بيعرف يعمل 5% 10% بير مانث. طب انا معايا بقى فوليوم في الماركت نفسه بيتحرك 10 15% بير داي. يبقى انت كده محتاج الليفرج. في الذهب والفضه مش محتاجها، واقعيا انت مش محتاجها. ده حقيقي. فبالتالي الشركات هتخش في اختبار حقيقي. بصراحه في شركات وافقت جدا ورحبت جدا، وانا بحترمهم جدا جدا على الاساس ده. ان انت كده اديت حريه اختيار للعميل. العميل اللي عايز يخش يضارب 1 لواحد، يعني بفلوسي هشتري السبيكه، مش ب10% من فلوسي هضمن السبيكه. وهي دي الفكره، اللي هو يدخلك سبوت تريد مكان السي اف ديز او العقود مقابل الفروقات. طب هي الفكره دي يونيك يعني ما حصلتش قبل كده؟ لا والله حصلت. ومين هيفهم قوي كلامي يا اسامه؟ بتوع الكريبتو. الكريبتو فروم سكراتش فروم داي 1، وهم عندهم سبوت تريد ليفرج تريد. يعني انت ممكن تخش تقون سولانا، هتاخد دوج صح، هتقونت ستاك هتمتلكه يعني 1 لواحد، وعندهم ليفرج. هتخش بالظبط كده، هو مسمينه فيوتشرز هناك. ليفرج هتشتري مثلا 100 وحده بقيمه وحده. ايوه صح كده. يبقى الكريبتو هو داخل سبوت وداخل ليفرج. كان على الاف اكس انه يتدارك ده ويرجع، وخصوصا في الذهب والفضه، وفعلا بدات تحصل. وانا اقول لك ان ده هيبقى التوجه العالمي بشكل مخيف جدا في 2026. بس دي صعبه قوي. يعني فكره ان انا يعني اقدر ادي الكلاينت الذهب فعلي بعدين. افرض يعني مثلا انا عرفت ان هم بيقدروا يديك فيزيكال على التريد بتاعك ذهب فعلي او فضه فعلي. مظبوط. انت شايف ان الشركات طبعا مع حجم الفوليوم وحجم الايداعات اللي صعب يجيبها بالارقام اللي هو محتاجها، يقدر يعمل ده بشكل فعلي وواقعي ويعرف ما يحصلوش يعرف لان هي اناليسز. انت عارف ان اي حد بيبقى داخل مش بيبقى غرضه رقم واحد ان هو ياخد الذهب، وعايز بس يبقى مطمن انه مجرد ان هو لما يحب يطلب ذهب وايه يلاقي. الشركات دي مش هتوفر ذهب في خزانها طبعا، بس بيعرف يعمل كوبريشن مع منظومات ذهب، مع صندوق ذهب، مع شركه ذهب، مع شركه سبائك. خلاص كده. وبالتالي بيربط الاتنين ببعض، واما انت تيجي تشتغل وتحب تستلم فلوسك سبيكه هيسلمها لك. الموضوع
مش صعب، وخصوصا ان التجار نفسها هتواجه صعوبه في الاستمراريه في عالم الذهب اصلا. عشان اسعار بالظبط كده، هو التاجر نفسه هيخش على الشاشه. يعني التاجر هو اللي هيروح للشركات الرقميه دي ويدي لها ذهبه ويقول له خلاص انا عايز اتريد عندك. طب ما تيجي نعمل وين وين سيتويشن، انا هتريد عندك وانت العميل اللي عندي اللي عايز يستلم فيزيكال سلمه من عندك. يبقى انت كتاجر استفدت من وجودك في الشركه، وكمان انت كتاجر بيطلع ذهب العميل استفاد منك. هي منظومه مربحه، لكن مش بالفوليوم المخيف اللي بتدور عليه شركات الاف اكس ال ستاندر. طب ما هو الذهب والفضه، احنا لسه طبعا ما اتكلمناش على الذهب والفضه رايحين فين كارقام. انت شايف مثلا سنه 26 كتقديرات مثلا، عشان هو هقول لك انا قصدي ايه بالرابطه دي. الذهب والفضه سنه 26 رايحين لارقام عامله ازاي؟ هتحط تخيل او تصور للمدى المتوسط، هتحط 5500 للذهب، هتحط اكتر من 120 دولار للفضه كمستهدفات ل 26. لكن مش هو ده اللي هيهمنا احنا في الاف اكس يا اسامه. هتحط 100 دولار معدل تداول يومي في الذهب يومي 2.5% يوميا. مفيش حاجه كده في الدنيا. هتحط الفضه مثلا 3-4% يوميا، يبقى الوعاءات دي قلبت مضاربه خلاص. طبعا احنا ما بنتكلمش عن الناس اللي عايزه تعمل 50 و60%، دول ربنا يعينهم الفتره اللي جايه. جامبلر. ده جامبلر صريح يعني. ايوه طبعا انا مالي. وبعدين انت لو عايز تعمل 50% انت هيبقى عندك طريقتين. لو اشتغلتهم فيزيكال بذهب رقمي على الشركات دي، انت مش مطلوب غير انك تعرف تعمل 1% بير داي، يبقى انت بتعمل 20% في الشهر من غير اي دامج، من غير اي هيدك. والشركه هتاخد الفوليوم بتاعتها مفيش مشكله. وساعتها انت لو انت اديوكيتد كفايه خش ليفرج. ايه المشكله؟ بس انت عارف ان دي فيها مخاطر، يا بتكسب كتير يا بتخسر كتير. الموضوع مش محتاج ان احنا نبيع لبعض هنا خلاص. كان زمان انا كنت معترض جدا زمان على كلمه فوركس، خلي بالك. لا والله. والله العظيم. هو انتوا ليه بتصدروا للوطن العربي الكلمه المبهمه؟ انت عارف ان فوركس دي it has no meaning، كلمه بلا معنى. هي اختصار، اللي هي وصف اصلا. هي اختصار. يعني ايه؟ انا لو اي حد من الجماعه اللي ورا الكاميرا هروح اقول له بقول لك ايه، هات لي علبه فوركس من الصيدليه، هيروح يجيبها. هو مش عارف انا بتكلم في ايه. وصدرها للوطن العربي بناء على المعنى ده، خلاها قلبت ترند كمان، وربطها بفلوس. اه خلى عينك اللي ورا هي اللي تشوف مش اللي قدام. حاجه مش فاهمها بس بتطلع فلوس كتير، طب ما انا اخش اخد من فلوس الكتير دي، اهلا بيك طعم وقعت على جدور رقبتك. بس ده كان زمان. دلوقتي نسبه الوعي اكتر، بس برضو في ناس كتيره دخلت المجال. حتى اللي كان داخل يجيب ذهب ويحط تحت المخده بقى مش مقتنع، عامل له ارتكاريه. عايز ياخد جزء من الذهب ده ويدخله على الشاشه، عشان الشاشه بتتحرك كل يوم 100 دولار. هو مش هيعرف يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، ومصنعيات هيبوظ الدنيا. هو مش بتاع بيزنس برضو. بص احنا التطور اسرع فوق ما تتخيل. ده حقيقي. فكره المصنعيات دي كانت المشكله لما قبل 24. ما بعد 24 ولا مصنعيات عادي. فكره ان انا اعرف اربط السعر مع التاجر اصلا انا مش عارف. يعني انا بتصل على التاجر عمال يقول لي الو كده في 20 دولار هتقطع كام؟ 20 دولار ابيع لك. مع شكرا يا سيدي، البيعه باظت. وبعد التليفون في سعر تاني. بالظبط كده. واحيانا ما بيردش عليك، فهو بقى فاهم. هو بيفكر ان التاجر بيستغله. يا حبيبي التاجر زيه زيك، لو باع لك جرام لازم يروح يشتريه. هشتريه ازاي والشاشه عماله تتنطط قدامي؟ هيقول لك مفيش اسعار، مش عارف يتحوط. انت اكتر جمله انتشرت في سنه 25 لا يوجد اسعار لحين ضبط الاسواق. طب ده سببه ايه؟ مش هيعرف يخلي التاجر يشتغل زي زمان. خلاص احنا رايحين للرقمنه. فيا بخت الشركات اللي هتسبق بخطوه وتعرف تطور من نفسها وتكون موجوده في المجال ده طبعا. طب الشركات تعرف تتحوط في ده ازاي؟ اصل انا ده سؤال يعني جه في دماغي دلوقتي. ازاي اصلا يقدروا يتحوطوا بحيث ان يقدر لو كل الكلاينتس دي طلبت ذهب دلوقتي يعملوا ايه؟ ولا اي حاجه. هو في النهايه مع الليكويديشن معاه. وانت انا وانت عارفين ان انت طالما الفند عندك في الشركه، الليكويديتي بروفايدر بتاعك لما بيبقى الكاب معظمه عنده، هو بيطلع لك فيز اصلا. يعني انت دي منظومه بتكسب بس، والله منظومه بتكسب بس. ده حقيقي. وفي النهايه انت اي شركه تداول ما هي عندها ديلينج روم. والديلينج روم ده كل اللي يهمه انه يبقى معاه ليكويديتي، مش انه يبقى معاه صفقات وخلاص. يعني الديلينج روم ده هو عايز فوليوم صح عشان يعرف يعمل كفر، بس في نفس الوقت هو لو معاه فند كبير جدا هو هيعرف يخش ويتريد. ما انت عارف ان التريدرز اللي واخدين لايسنس من اسكا ومن سايسك ومن FCA، ما هو بيعرف يتريد الراجل وبيطلع برسنتج بير داي. فين الليكويديتي بقى؟ المنظومه دي بتحل الليكويديتي يا اسامه. بس انا مش عايز اقول كلام كبير. صدقني الشركات الذكيه، وهعيد تاني مليون مره، ايه الذكيه هي اللي هتعرف تعمل كده.
واخد بالك، اصل في الديلينج روم دلوقتي بقى مفهوم، بقت كلمه ما حدش عارف ورا الستار في ايه، لدرجه ان في ديلينج رومز اصلا ما بقاش يهمها مثلا ان هي تدخل تتحوط، لا خلاص هي بتلعبها هايبريد وعارفه هتكفر ايه بين ايه، لا هي سابت التريد خالص وبقى زيه زي زي القمار وزي الاوبشنز زي الحاجات دي. فيعني انا تخوفي بقى من الحته دي، ان هم ازاي بقى في هم بالتصور البسيط ده يقدروا يتحوطوا في لعبه كبيره زي دي. برضو اللعبه دي هل هي ممكن تبقى كونكتد بالبنوك بعد يعني بالبنوك والبقى والهيدج فاندز والحاجات دي بعد وقت ولا لا؟ اه طبعا، لان هو اوريدي عشان يعرف يشتغل ذهب رقمي لازم يكون مربوط على بنوك، هيكون مربوط على الليكويديتي. كفوليوم هو ما عندوش مشكله، لان انت ساعتها بتحط $100,000 واخرك بتفتح كيلو، صح كده؟ الكيلو ده بيتكتب باي فوليوم 0.3 يا اسامه، 0.32. هتقولي غطيها ازاي دي؟ هو غطاها خلاص. هي مش عنده مشكله في المكسب والخساره، بس المشكله ان هو هيبقى معاه 100K في حسابه، هتعمل بيها ايه؟ هنا بتيجي منظومه الديلينج، لو سمحت اكسب انت بقى كمنظومه، بعيدا عن انا كعميل ان يبقى في صراع لازم اخد فلوسك، لا انا اللي هسرق منك فلوسك. السيركل دي بتنتهي وبيحل محلها ليكويديشن. الشركه الذكيه اللي عندها ديلينج روم قوي هيعرف يشتغل. وعلى فكره هو الديلينج روم ده بس معلومات مغلوطه بقى، انا ممكن اعمل لك سلسله معلومات مغلوطه والله. الديلينج روم ده موجود في الشركات بس، يعني البنوك ما فيهاش ديلينج روم؟ اكيد فيها ديلينج روم. هو لما بنك يعني انا اسال سؤال دلوقتي، انا شركه بروكر رميت على الليكويديتي، الليكويديتي ده بيبقى بنك. طب البنك ده عنده فوليوم، عنده لونج وشورت، عنده رميها على الديلينج طبعا. الذهب طالع وانا عندي الناس شاريه اكتر، انا كبنك اهو هروح فين؟ هخلي الصفقات دي عندي ولا هرميها على البنك اللي جنبي؟ ايوه لحد ما بتوصل لجي بي مورجان مثلا، اللي هو بيبقى معاه الميجا فوليوم، اللي هو ده بقى اللي يخش يشتري او يهبد السوق او يلبس الحيتان. ما هي سيركل بتصب في الاخر للميكر، كله ميكر، هي منظومه قايمه على ميكرز اصلا. مين مش ميكر يعني؟ بس هي ستيبس بتمشي من الديلينج ديسك صح؟ اول خطوه بتطلع من الديلينج ديسك. طب ايه مشاكل الديلينج ديسك اللي هنا؟ يعني ليه كم المشاكل في الميدل ايست ده؟ هنا فين؟ هنا في الميدل ايست؟ في الميدل ايست، مش بتكلم عن مصر بالاخص، هو احنا في الميدل ايست عندنا ديلينج اصلا؟ دي المشكله. ما انت ما عندكش ده برضو يرجع القصور، لان الديلينج ديسك ده مش طيب. احنا ممكن نردد كلام زي ما الناس كلها بتقوله. طيب احمد فين بيتكلم من منطلق ان هو بيفتي ولا كان موجود جوه المطبخ؟ لا جوه المطبخ بحت طبعا. حلو. عشان اسامه يبقى ديلر ويشتغل في المنظومه دي لازم يكون حاصل على شهادات واختبارات قويه جدا وعنيفه جدا، بتطلع من مين؟ من الهيئات الرقابيه. هتطلع من سايسك، هتطلع من FCA، هتطلع من ايسك في استراليا. بيمسكوك يمرشوك يا اسامه، بتتمرش وبتتريد لايف، وبيشوف الريسك مانجمنت بتاعك، وبيشوف حجم الفوليوم بتاعتك كام لكام من اصل راس المال، وبناء عليه يديك الشهاده. في قبرص مثلا ما ينفعش ديلر يشتغل في ديلينج ديسك وفي كمباني من غير ما يكون معاه اللايسنس دي. يعني عارف انت عشان نبسط الكلام على الناس، الشهاده الصحيه لما بتخش عند بتاع الفراخ، لو اللي بيذبح لي ده مش حاطط الشهاده الصحيه، يجي الهيئه الرقابيه تقفل له المحل. نفس الفكره كمنظومه. لو بنتكلم في لايسنس، اي حد هيشتغل ديلر لازم يكون واخد اللايسنس. انت واخدها اهلا بيك. طب معنى ايه بقى ان انا واخد اللايسنس؟ ان انا بعرف اتريد باي ماركت، بعرف اشوف عدد الشارين عندي قد ايه، عدد البياعين عندي قد ايه، اخش كفر ولا لا، ارمي فول كفر ولا لا. كل الكلام ده بيعرف يعمله الديلر، بيعرف متدرب عليه. وهو مش واحد، دي بتبقى منظومه انت عارف. فهنتكلم في وطن عربي احنا بنستسهل بقى، لان الوطن العربي ما عندوش الوعي، ما عندوش الاديوكيشن. الناس بتخش مفكراها فهلاوه، فيلا بينا ال100 هتبقى 500. هو كديلر اصلا لما بيلاقي عندك المينتاليتي دي بيقول لك ولا اغطيك ولا هبص لك اصلا. احنا ما اتكلمناش كمان في حته الكفر المادي اللي هو اوريدي بيشتغل بيه، غير كمان ان هو بياخد قرارات صح. فنقطه الديلينج مع الكفر دي مش موجوده خالص. تخيل بقى ده حد راح يقول لك العب يلا ذهب رقمي ولا بقدر، ده خراب الكوكب ده. اتمنى ان هم يكونوا فاهمين، بس انا مقتنع ان الشركات هي ويل اديوكيتد كويس جدا. لسه الناس ما عندهاش الفكره، بس اللي هيبقى عنده الفكره والمنظومه وهيعملها هينجح فيها جدا طبعا، لان هي بتبقى ليكويديتي مريبه، بس محتاجه منظومه اكيد طبعا عشان تنجح. طب انا كفرد بقى او كشخص اقدر اعمل ده بدايه من كام مثلا؟ ايه المينيمم وايه الستاندرد؟ هو هيحطك في كورنر وحش جدا، لان هو هيبقى عايز كابيتال، هيبقى عايز كاش، فبالتالي ممكن يحطك في مينيمم 1 اونس. يعني عشان تخش في الدهب الرقمي لازم يكون معاك 31.1 جرام، معاك $4,000-5,000 عشان يدخلك المنظومه دي.
طب أكتر كويس، من انا كنت كده مش فاكر هتعرف. برضه انت بتقول 100 كيف يعني 100 كي 100 كده اللي عايز يخش كيلو اه. عشان يعرف يطلع ربح. طب تعالى نقلبها ارقام. ال 5000 دولار دي مثلا يقدر بيفتح بكام بقى؟ هيفتح 0.01. ياه، ده الماكسيمم. بس ده الماكسيموم؟ اه والله. الناس هنا مش بتاع كده. ما هو مش بتاع كده ليه؟ عشان بيقول لك ال 0.01 مش بيكسب. م-م. طب ما هو انا لو بفتح، نعيب بقى بالارقام عشان هي دي ما بتكذبش. م. لو انا راجل بفتح 0.01 بير داي وبعمل $70 $50، مش الدهب بيتحرك 100 150 يا اسامه؟ ده كمان اللي هي الحركه العنيفه. لا انا بتكلم في فوليوم طالع نازل. اه. هو بيعمل $150 وان سايد صح، م-م. بس لا، حجم التذبذب اليومي بيعدي ال $200 في الذهب. م-م. انت داخل تاخد 25 30% ريسك مانجمنت اهو من حركه اليوم الواحد. م. لو هتاخد منه 50 $70، يبقى انت راجل بتعمل $50 في اليوم، $250 م. في الاسبوع، $1000 في ايه؟ في الشهر من اصل 5000. 20% ولا مش 20%؟ ب 0.01. زيرو بس ريسك. ده ان هو ده محتاج حد فاهم جدا عشان يعرف يستغل التذبذبات دي، صح؟ ولا الهوا ده محتاج حد بيجنر جدا لانه عارف انه مش هيخسر. عارف انت عشان الميزه في الفلوس. الدهب الرقمي م-م. انه بيعمل معامله الديمو، م-م. فكل اللي بيشتغل ده برقم ما بيخسرش. مفيش ضغط، مفيش لود، هخسر كام يعني؟ بالظبط كده. م-م. اللي هيساعده مع الذهب الرقمي حجم السيوله والحركه اليوميه اللي بتتم في الاسواق. م-م. لو دي بص، يعني زمان كان الذهب ده بيتحرك $2 في الشهر، مين هيخش؟ ولو هتخش لازم تخش بلافرج عشان ال $2 دول اكسب لي 10 20 ضعف عليهم، صح؟ م-م. لكن انا دلوقتي السكالبر في الذهب بيشتغل $20-30 تارجت. ده سكالبر كمان. شمعة الدقيقة بتعمل $20. طب هنكسر نعمل لك شمعة الثانية؟ طيب ما حدش هينفذ. صح؟ ده كام سنه من بدايه الرفعه الماليه مثلا، سوري، بدايه الفيدرالي، من ساعه ما زود الفايده وبدا يدخل في الدايلاما دي، والارقام تفحشت يعني. بالظبط كده. كل حاجه تفحشت. مظبوط. طب انت شايف ان الوضع ده هيهدى شويه في فتره يعني في القريب العاجل ولا لا احنا هنضاعف هنضاعف؟ طبعا. 26 و27 اه لغايه كام طيب؟ لغايه اما نشوف ترامب هيكمل هيمشي. يعني هو الجارانتي لحد ما ترامب يمشي. لغايه ما يمشي بس. طبعا. هو بيجي ده منها مشاكل ويمشي. هو بيجي بيحرك الماركت. انا هو بشوف بيزنس مان شاطر. انت خدتها من على لساني. عصر ترامب هو العصر اللي عايز يعمل فلوس بيعرف يعمل فلوس لو ذكي. بيكسر الدنيا في حاجات كتير جدا، بس لو انت تعرف تعمل فلوس او انت عندك روح المغامره مع ترامب، لا مانيبيوليتر، ده متلاعب. ده فظيع. فانا بخش نمله كده اكل سكر على قدي وهتاكل. بس ما فيش حد، الناس هنا بقى ثقافتها مش كده. الناس مش عايزه تاخد السكر، لا عايزه تجيب العربيه ويبقى المجال ده بالنسبه لها جامبلينج. وحتى لو هو بيقول ان هو مش بيعمل كده، بس هو في الاخر يعني انا لو جيت حتى قلت له حط $5000 وتشتغل 0.01 مثلا، ده عارف يعني هيقول لي ازاي يعني اعمل ايه؟ برضو انت بتتكلم انهي شريحه؟ لو بتكلم شريحه الناس اللي عايزه تكسب او تزود من دخلها وهو راضي وقانع باقل القليل، ودي فئه كبيره جدا، ودي لسه ما تعرفش الاف اكس يعني اصلا. هو داخل له من الباك دور، هو داخل له عشان هو مش عارف يبيع ويشتري ذهب مع التاجر بتاعه. هو انا هسألك سؤال بس بالعكس. اتفضل. لو انت معاك التاجر الذهب بتاعك اللي في الصاغه، انت بتعمل ايه؟ معاك 100 جرام بتسيبها له، صح كده؟ اما ال 100 جرام دي باكتر من $5000، صح؟ وبتبيع وتشتري ال 100 جرام دي معاها مثلا بالتليفون، او بتاخد منه الذهب وتروح تبيعها له تاني، صح؟ العمليه دي فيها ليفرج؟ ما فيهاش. طب كام واحد بيعملها؟ مئات الالوف. هي الفكره كلها ان انت هتوفرها له اونلاين. فاوعى تفكر ان مفيش شريحه، الشريحه اللي بتعمل كده اضعاف من اللي بتخش شريحه التداول، اضعاف مضاعفه. هي بس عشان الشريحه دي لسه ما دخلتش هنا، فانت مثلا ممكن تفكر او بيهيئ لك انه هو طبعا هم لما هيخشوا مصارع التيران بقى خلاص يعني شايف الهلع اللي في السوق عامل ازاي؟ وخصوصا اللي هيعرف يكسب. يعني بيعرف يكسب ده. طب وانا ايه اللي جابرني ان انا اشتغل سعر الانصه بانصتها؟ ما انا اخلي الانصه ب5. ودي بدايه اللا نهايه. ايوه. هو لو ويل اديوكيتد، خلي بالك انت هتكون ناس بتعرف تكسب بس من الذهب. ولو هنتكلم باي بروفيت، سنه 25 هي اسعد سنه على متداولين الذهب في تاريخهم. انت لو بيجنر بروفيشنال فاهم مش فاهم، دخلت الذهب ده اي الله. وقت دوست على زرار الباي بس انت كسبان. يعني باي نمبرز سنه 25 دي ارباح لكل من هو فاهم او مش فاهم ذهب. صح. مزنوق هتعمل ايه؟ ما تشتري، مبروك. أيوة. طب اشتريت وتورطت، خليك مفيش شهر ومبروك. فبالتالي هي منظومه هتفرض نفسها وانا مش جاي اقنع حد بيها. بلاش ما تسمعنيش، هتتفرض.
انا خايف بس من منظومه الهلع. انت شايف العالم كله راح دلوقتي بيقفوا طوابير عشان يشتروا ذهب. فانت عارف وانا عارف ان البنوك بتستنى اللحظه دي عشان تعمل توزيع ارباح. الفومو. طبعا. طب ايه المشكله؟ هو في النهايه بقى الرقمنه بتبقى احسن هنا. لان انت لما بتخش دهب رقمي يبقى عندك الستوب لوز سيستم. انا لو هيتغدر بيا انا هنط من المركب اول واحد، هسحب فلوس. اجري انت. واسحبها ذهب كمان. وساعتها خدت جرامات اكتر لان انا نطيت بدري والذهب وقع شويه، فرحت لميت ذهبي تاني من تحت، فانا عامل الفرق ده كله بروفيت. والمنظومه دي انت مش هتلاقيها الا في الرقمي برضو. لان تاني لما الذهب بيبتدي الهبوط، لو اتصلت على التاجر بتاعك، التاجر بتاعك هيقول لك ايه؟ لا والله انا لازم اصلي، اديني بس ربع ساعه وهجي لك. طب ما هو انت مش عايز تخليني انط، انت بتورطني في السحبه اللي تمت دي، صح؟ طب وساعتها انا لبست معاك. لا انا دي شاشه هنط من هنا نزل اكتر، خلاص مش دعوه. الفرق ده كله بتاعي. ده بلس ان ينفع يبيع يسيل باي ماركت. ده ممكن يخش صفقه بيع اصلا، يعني الهبوط ده كله ياخده بروفيت. بس طب بالنسبه للشركات اللايسنس اللي موجوده، يعني الناس اصلا ما تعرفش انواع اللايسنس ايه، ولا هل ممكن حاجه زي كده تكفر حسبه رقمي، يعني حسبه الذهب الرقمي او الفضه الرقميه، او حتى لو هي دي بقت المعامله خلاص، هل في لايسنس تكفر الحاجات دي؟ بص بقى، هنا انت بدات تدوس على الكارثه. دي كارثه. لان هم زمان كانوا بيعتمدوا على ان الليكويد اللي يخش لهم من الليفرج، والعميل اللي في الليفرج بيبقى عميل مدمن، فكل ما يخسر يودع تاني، كل ما يخسر يودع تاني، صح؟ ده حقيقي. طيب دلوقتي انت لما تقول له فوليوم، العميل ده هيروح يديك كابيتال، هيديك مبلغ كبير. لو انت شركه مش سكيورد ومش قويه وملهاش تواجد في الوطن العربي ومعروف مين ملاكها ومين القائمين عليها وفين انا ممكن اشتكيك وفين انا ممكن اجيبك، صباح الفل 100,000 ريان هيتعمل في الثانيه. طب ما هو التوجه بتاع الشركات في الميدل ايست كله كده، يعني شوف كام عشرات الالاف من الشركات وشغالين بدوره، يقفل يفتح تحت اسم تاني، يقفل ما فيش يعني. طب وبعدين؟ ما فيش وبعدين. يعني ده السؤال عندك انت احمد. انا قلت لك انا موجود في الماركت ده من 2007. فانا من الناس اللي تعلم جيدا من هي ويكي اف اكس. انا عارف كويس قوي مين هي ويكي اف اكس، الكويس والمميزات والعيوب. لكن في النهايه احنا كنا دايما بنعتمد على الرأي اللي بيطلع من منظومتك. انت المنظومة القانونية الغير رسمية الوحيدة كانت في الوطن العربي. انا اللي كنت بفتح ويكي اف اكس اشوف الشركة دي وتقييماتها. لو لقيت الناس بتشتكي منها ما بحطش فيها دولار. لو لقيت الناس لا، وكان عندكم شفافية في اللي بيطرح رأيه، اللي بيقول رأيه، كان بيبقى عميل فعلا برقم حساب فعلا. يعني مش تقييم على جوجل. ايوه. فكنت انت الجهة الرقابية العنيفة جدا والقوية جدا اللي بتراقب على العميل وعلى الشركة. فطالما كنا احنا دخلنا مش موجود الشركة تقييمها ملهاش وجود على ويكي فيكس، اجنورت. يعني ده مبدئيا كان بسم الله الرحمن الرحيم، يا الشركة على ويكي فيكس لا ما تروحلهاش. طب فرضا الكلاينت ده غرس، يعني خلاص جمع شركه هي عامله مشاكل مش عارف يسحب فلوس، يعمل ايه؟ ولا حاجه. بيعمل ايه؟ بيولول، بيروح للي حواليه. بيجي لنا كفايين مثلا، والله العظيم انا اتنصب عليا من مين؟ من شركه كذا كذا دوت كوم. يا حبيبي مين الشركه دي؟ ما اعرفش. ما تعرف انت؟ اعرف انا. يعني جاي لنا اهو. يعني معنى كده ان انت فاهم ان انت لو اتزنقت هتروح للناس اللي فاهمه في المجال ده عشان تقول لك تعمل ايه، صح؟ طيب يعني من الواضح ان هي ملهاش حلول. وتعالى بقى نتكلم بالراحه خالص ونستسرد هنا شويه وناقشني. التراخيص دي بالونه بيتباع بيها، صح؟ ده حقيقي. انا وانت عارفين ان انا شركه كذا حاصله على التراخيص الاسترالي والتراخيص البريطاني والتراخيص على كوكب زحل. انا في الميدل ايست. شكرا، كل ده لا يعنيني. انا لا هعرف اقضيك طبقا للقانون الاسترالي ولا للقانون الانجليزي، لان لازم ابقى يا اما استراليان سيتيزن او يوروبيان سيتيزن عشان اعرف اقضيك هنا. والمدهش بقى ان انت لما تروح تعمل حساب لو انت فعلا يوروبيان سيتيزن. انا سايب قبرص من 2018 كانت الاف سي بتقول الماكسيمم لافريج 25. ايوه 25 لليوروبيان. خلاص يعني كيكه ال100. انزل الوطن العربي الاقي الشركات اللي نازله الوطن العربي يقول لك ايه 2000 لافريج 2000. ده جت فتره انليميتد. ما انا كنت لسه هقول لك، واما 2000 بقت كله بيقول 2000 قال لك طب بقول لك ايه انليميتد. ايه ده؟ منظومه كنافه بالقشطه. صح كده؟ ليه؟ عشان انا مين هيحاسبني؟ اقول اللي انا عايز اقوله، ابيع اللي انا عايز ابيعه. مين هيحاسبني؟ طيب
هل انا ضد جهه معينه من التراخيص؟ ابدا. في شركات وانا وانت متفقين هي معاها سيشل موريشيوس بس لسه مش قادره تاخد اسكا او سايسك لسه، عشان الموضوع ده صعب جدا. وشركات كويسه جدا ونظيفه جدا وشفافيه عاليه جدا، وهو فعلا بيديك الرايت بتاعتك وبيقول لك خد وهات. لكن ترخيصه في الاوفر اول ضعيف، وانا وانت عارفين. طيب حط فيها اسكا مثلا، حط رخصه الامارات، برافو عليك، انت بدات تقوي نفسك جدا. ترخيص الامارات ده بقى بيبتدي مينيمم بمليون درهم وانت طالع، وصل ل 3 و4 مليون درهم عشان تاخد الترخيص. يبقى انت راجل بتنفست في شركتك، والفلوس دي بتكون جارانتي للعملاء اللي هيحصل لهم سكام، مش كده؟ وفي ايفالويشن كمان بيعملوها. برافو عليك. واي ايفالويشن انت لو رحت اشتكيته معاك ربع حق بس، هو هينزل على الشركه يعمل لها اوديت بعديها بساعتين. وده اللي احنا عايزينه. طيب اتفقنا ما اتفقناش، معظم الدول العربيه لسه ما عندهاش الجهات الرقابيه دي. هنا بقى بيجي دور اسامه كويكي في اكس، انت عايز تبقى خلاص. ما هو احنا لسه بنشتغل على الموضوع ده، بس انا في ناس مش فاهمه اصلا ان الجهات الرقابيه دي في حاجه ورا الكواليس اسمها KYC ورفع عمليه يعني. فعايزين نقسم كده كام حاجه بحيث ان احنا ندي انفو للكلاينت اللي لسه حتى مش فاهم حاجه. مظبوط. الرفعه الماليه والKYC ايه وضعهم في كل لايسنس من دول؟ بص الشركات عشان تاخد اللايسنس بيكون وراها حاجه اسمه ليكويديتي بروفايدر، بيكون وراها مزود سيوله باللغه العربيه. مزود السيوله ده بيبقى ستريكتد جدا، عنده سبريد معين، عنده تبييت على فكره، عنده الليفرج او رفع عمليه ليميتد جدا. طب انت كشركه رايح تتعامل معاها هتاخد جانب من الريسك على حسابك، بلس ان انت هتتعامل معاه طبقا اللي هو بيديهولك. هو بيدي لك اب تو 100، يبقى خلاص انت اي حاجه بترميها عليه بتبقى اب تو 100. بتيجي انت في الناحيه الثانيه بتدي 1000 رفعه. طب ال 900 الفرق دول عند مين؟ عند الديلينج، عند الشركه. بالزبط. شيل انت الريسك، صح كده؟ قمه الخطوره بتحصل، فبالتالي الفند بتاعه بيبقى موجود جوه المنظومه دي، فلوس الشركه موجوده جوه المنظومه دي، يا بيكسب يا بيخسر. لو عنده ناس كتيره جدا بتعرف تكسب من الماركت ده، ممكن الشركات دي تقفل لانه مش قادر يغطي فرق الليفرج، صح؟ البونص اللي اتكلمنا عليه في اول حلقه. طبعا الحاجات دي كلها بتاثر على الشركات اللي عندها منظومه تداول داخلي ضعيف. يبقى هي المعلومه كلها قايمه في الليكويديتي. الليكويديتي ماكسيموم بيدي 100 والله، ماكسيموم ده على كله على كله والله. يعني حتى موريشيوس وتشيسي يعني مثلا سيشل وموريشيوس بالذات الناس اللي بتحط كانوا بيقولوا اب تو 500 بس دي الرخصه اب تو، خلي بالك اب تو 500 هايبريد برضو اب تو 500. لكن انا مين اللي هيديني ال 500؟ انا كده معايا 500، انا كشركه ممكن اديك اب تو 500 خلاص. انما انا عايز اكفر، فلازم الليكويديتي اللي يغطيني. مزود السيوله اللي برمي عنده الصفقات دي، ده بقى اللي انا هدخل عنده الصفقات برفعتها. طب ده هو بيديني 100، هي 100 200 شكرا والله. عشان كده ممكن يبقى معايا بيقول انا معايا FCA وبتاع FCA اصلا ممكن تبقى 25. طب 25 ده كانت 30 كمان من قريب وبقت تشوف تقول 25. طب هو بيروح يقول انا هحطك على FCA وهو اصلا مدخله على موريشيوس، وممكن يبقى مش مدخله على كل ده اصلا وحطه على سيرفر تاني والكلاينت ما يعرفش. ما هو انت المفروض ككلاينت ما تشغلش بالك، هتشغل بالك هو حطك فين ولا مش حطك فين. انا اللي يهمني ككلاينت ايه؟ هو انت لما بتحط فلوسك في البنك وبتطلع لك فايده مثلا، بتقول البنك ده بيشغل فلوس دي في ايه؟ ماليش دعوه ولا انت بتفكر. هو حتى لو قال لك اي حاجه ممكن شغاله في حاجه ثالثه مالكش فيه. المنظومه بتاعت الشركه دي ناجحه ولا لا؟ ومنظومه الشركات الناجحه ان هي عندها عملاء كتيره بتشتغل وعندها ثقه وعندها مصداقيه والناس اللي وراها معروفين. بص من الاخر، شركه تقول انا صاحب الشركه، احنا فريق العمل القائم عليها وكلام من ده، اهلا وسهلا بيك. في شركات كتيره جدا انت عرفت تقاضيها، وفي شركات عرفت تجيب حقك منها. في شركات قبل ما تقفل راحت عطت العملاء كلهم فلوسهم. لسه وانا وانت بنتكلم كده في شركه ومعروفه في الوطن العربي او كانت بعتت رساله لعملائها اللي في مصر على الساده العملاء المصريين، معاكم 12 يوم اقفل كل صفقاتك واسحب. يعني ده سوفت كلوز، الراجل بيقفل بنعومه جدا ومش عايز السوق المصري، وغالبا هي هتقفل كده يعني في طريقه انها تقفل. بس شوف هو عمل ايه. يبقى الراجل ده يحترم ولا لا يحترم؟ لا يحترم. الطريقه اللي بيقفل بيها برافو. الشركه دي عمرها ما اخذت FC، كبيرها كان سايسك. يعني في النهايه الرخصه مهمه، بس انا وانت عارفين مين صاحبها. هي مش مربط الفرس. انا وانت عارفين مين صاحبها، وعارفين الايفنتس، الناس اللي تنزل ايفنتات مهم جدا. انا مهم جدا ان لما الاقي اكسبو
بيتعمل في الامارات، في مصر، في السعوديه، كل سنه الاقيك قدام عيني. ما هو انت طول ما انت موجود تديله قدام ده زي عيني ما بتعمل مرة فاتت ما لحقتش انا. لازم الاقيك قدامي. اه انا عندي مشكله معاك، انا عارف هقابلك فين وامتى. اختفيت اسحب. يعني تواجد الشركات مش دايما بتنزل الاكسبو بس عشان خاطر تجيب عمله جديده. لا، هو بينزل الاكسبو عشان خاطر هو عايز يثبت للعميل انا اهو. طب انت ايه رايك في الايفنتات اللي بتحصل؟ ايه الفرق بين مصر ودبي؟ عشان انا عندي تحفظ بصراحه في الموضوع ده من ناحيه الايفنتات. ايه الفرق بين الايفنت بتاع دبي، الاكسبو بتاع دبي، والاكسبو بتاع مصر؟ الفرق ما بين السوق المحدد او الليميتد قوي والسوق المفتوح. الموضوع في الامارات بقى فري جدا، بقى وايد جدا، عشان بقى عندك جهه رقابيه. الايفنت اللي بيتعمل في مصر هو لسه ستريكتد جدا. اللي بيعرف ينزل هو اللي يعرف يتعامل من خلال اكتر من منظومه هنا، عشان يعرف ما يخشش في كلاش قانوني. فلسه مصر ما سمحتش. مصر لا جرمت ولا سمحت. يعني احنا لسه في الموضوع لسه في المنطقه في الرمادي. يعني ما فيش حد بيتعمل له قضيه تداول فوركس. اه لكن العملات الرقميه بقت مجرمه في مصر، صح؟ هو الناس عندها سوء تفاهم اصلا بين الفوركس والاوبشنز دخل الدنيا كلها في بعض. البنوك بتشتغل فوركس. انت بتخش البنك بتلاقي قدام البنك كده صفحه العملات وتبادل العملات. اف اكس يعني تبادل عملات. في بنك تخش ما عندوش كل العملات وقيمتها الناحيه الثانيه بالجنيه المصري؟ اكيد لا. يبقى ده اسمه اف اكس. فالبنوك بتشتغل اف اكس. يعني في ناس الى الان فاكره ان الفوركس اصلا غير قانوني في مصر. هو مشكلته كبرايفت سيكتور ملوش ترخيص لسه، بس ملوش تجريم برضو. دي مشكله ضرايب، مش مشكله لايسنس، صح؟ لا، مشكله لايسنس طبعا. ليه؟ ما هو ممكن يكون عشان هو ما بيدفعش ضرايب لسه، فلسه مش من حقه ان هو يشتغل في الحاجه. لا، هي مش كده. هو انا لازم تاني المشكله هتكمن من هو الليكويديتي. انا شركه اف اكس فتحت في مصر، القاعده رقم 1 فلوسك دي مش تخرج بره مصر. فلوس العملاء مش تخرج بره مصر. صح كده؟ صح. مين بقى اللي انا هرمي عنده عشان اكفر الليفرج؟ مين هيديني 100 ليفرج؟ هتروح لاي بنك مثلا في مصر، هتقول له بقول لك ايه، اديني 3 1 ل3 فول ريسك، مش لاعب 3 ما يرضاش. ماكسيمم 2. ما بيخاف، لان هو عارف ان المنظومه دي لسه مش عنده. مش ضعف، هو لسه دورها ما جاش. جايه اكيد. انت لما عملت منظومه ماليه، عملت الانستا باي، واحده من انجح المنظومات على مستوى العالم. يبقى مش ضعف. احنا ما عندناش ضعف. هي لسه المنظومه ما دخلتش. الاردن بقى عندها، صح؟ الكويت عندها. الامارات بقى عندها. الامارات سبقت كل ده اصلا بالتعامل. دلوقتي انت ممكن حتى كريبتو بتشتري حاجات هناك بالكريبتو. بالظبط. هي في النهايه سياسه ماليه. وسياسه الامارات سياسه امريكيه، وانت عارف. فكل المنظومه اللي موجوده في السياسه الامريكيه الاقتصاديه هتلاقي موجوده في الامارات. ودي مش حاجه صعبه عليهم. هو قايم على المنظومه الماليه طبعا. لكن انت في مصر محتاج ترقمن المنظومه الماليه رقم 1. رقم 2 تقدر تعمل لهم بقى منظومه ماليه في البيع والشراء. بس رجعني تاني يا اسامه للنقطه المهمه جدا وما تهربش مني. ويكي اف اكس كان ليها ظهور وقوه جدا. ويكي اف اكس اختفت عن الساحه. ويكي اف اكس بترجع دلوقتي بقوه جدا، وده حاجه مفرحاني قوي، وقاعد معاك عشان ده اللي هيحصل ان شاء الله. لو سمحت يا اسامه، اعرف ان انت دورك ما يقلش اهميه عن اللي بيكسب فلوس او اللي بيتريد او اللي بيعمل شركه. يا اسامه، لازم يكون عندك الوعي والادراك ان انت الحصن الحصين للعميل. انت لما تطلع تقوم بدورك اللي انت لازم تقوم بيه. انا ويكي اف اكس بقول لك، اي شركه انا حاطط لها تقييم عندك مشكله حقيقيه معاها، تعالى لي وانا كفيل ان انا اجيب لك حقك ان كان ليك حق. مش ده كان دورك؟ هو مازال دوري، بس في انفستيجيشن انا فتحته الفتره دي بسبب ان في بعض الشركات بتدعي ان انا ببلاك ميل في الحته. تعال نتكلم في الحته دي. في ناس بتفتكر ان انا ببلاك ميل الشركات، مع العلم ان ممكن يكون اتيتيود الشركه نفسه هو اللي مش مظبوط. وده سبب احنا ويكي اف اكس ما كانش ليها تواجد من ناحيه الاوفيسز في المينا ريجن قوي. عشان كده احنا لسه الحمد لله مرخصين الاوفيس بتاع دبي، وداخلين زي ما انت قلت كده بنعمل ريستراكشر كامل. بس الانفستيجيشن ده ان شاء الله اي حد عنده مشكله على فكره مع ويكي اف اكس يبعت واحنا هنحلها فورا. في انفستيجيشن مفتوح على كل ديبارتمنت عندنا. بس هي انت اديني نصيحه مثلا، انت شايف ويكي اف اكس محتاجه ايه؟ محتاجه ان هي تبقى مور سترونج مع الشركه والعميل على حد سواء. محتاجه تبقى الفير بلاير. يعني هي الشخص اللي واقع في النص. الشركه
عايزه تكسب ود ويكي اف اكس، وده اللي انت بتقول عليه، عشان كده ممكن يكون في اخطاء سواء من الشركه او من ويكي اف اكس كاداره قديمه ومن العميل. يعني العميل مش عايزك تقول له ان الشركه دي احسن شركه في الكون فيخش تطلع في الاخر شركه سكام. بالظبط، ده اللي العميل عايزه. والشركه برضو عايزه ان هي لما تدي كل حاجه كويسه هي معوله عليك قوي ان العميل النظيف يجي لها من خلالك. الكواليفايد فعلا يجي من عندنا. بالظبط كده. فبناء عليه انت يعني قايم بفكره شاطره جدا، وهو ان انت بتجيب الناس اصحاب المحتوى اللي عندهم مصداقيه عند الناس، وبتقول ان انا هحطكم معايا فانا هشيل معاك مسؤوليه. بالظبط. فبالتالي انت بقى دورك ان انت تبقى في الفير جيم. انت كشركه قول لي المنظومه الكومبلين بتاعتك ماشيه ازاي. يعني انا بشوف ان من ضمن اساسيات التعاقد مع اي شركه داخله تقييم في ويكي اف اكس انه يقول ازاي ممكن انت كعميل تمشي في اجراءات الشكوى وانت كويكي اف اكس اللي تعلن عنها. ده شغالين عليه فعليا حاليا. يعني الشركه اكس الشركه دي لو عندك معاها مشكله ده الايميل اللي بتتكلم عنه وده كذا، ابعت هنا واعرض مشكلتك وتابعنا بحلها، بحيث يبقى انت معاك ايميل سكرين ومعاك كومبلاينس سكرين ومعاك الرد اللي جه من الشركه سكرين. يبقى انت بتحط العميل والشركه ان ريل لايف ان اكت. الشركات مش بتحب كده، مش بيعجبها الترانسبيرنسي دي. بالك انا بطور التولز اللي انا بشتغل عليها كترانسبيرنسي عشان العميل فعلا، انا اولويتي العميل، ان الشخص يقدر فعلا ياخد حقه من خلالي، ودي حاجه مهمه قوي كمان. انا لو وصلت لها هعرف حتى فلتر السوق. بس فكره ان انا الشركه نفسها بتيجي تعمل ده، ولما اجي اعمل انا باد ريفيو او حاجه بتزعل تقول لي انت بلاك ميل او بتعمل عندي هنا راي يرضي جميع الاطراف، ان انت تعمل رينيجوشيت للعميل فور وانس. يعني مثلا انت بتدي الريفيو مره واحده، العميل ده لو عنده انفستيجيت والانفستيجيت اتحلت فعلا، ادي للعميل يعمل ريفيو تاني ان انا كان الشركه دي 1 ستار بسبب اللي حصل، لا انا فعلا مشكلتي اتحلت، هرجع لها تاني 4 ستار او 5 ستار على حسب الكواليفيكيشن. كل حاجه ينفع تتعمل يا اسامه. وعايز اقول لك على حاجه تاني، هقول لك انت مش شركه اف اكس فانت بالزبط. يهمك ان يبقى عندك عملاء وفوليوم والكلام الفاضي ده. انت راجل قاعد في النص، ما تقلقش. العالم في 26 هيخش له نيو كامرز كتيره جدا، هيخش له عملاء وداتا كتيره جدا. افرض نفسك مع العميل، والشركه اللي عايزه تبقى شركه تحافظ على نفسها وعلى العميل وتفيد نفسها وتفيد العميل، قسما بالله هو اللي هيجري وراك. لان العميل مش هيخش الشركه الا لما اقول له بص على تقييمها في ويكي اف اكس. انت عارف انا عملت ايه للشركات كمان؟ عملت لهم سيستم للريستراكشر جوه، حتى لو في حد عنده مشكله نحلها له. يعني عشان كده بقول لك اي شركه عندها بروف ان في مشكله مع ويكي فاكس تبعت ويعتبر الموضوع محلول. بس هي فكره ان انا اتوغل قوي جوه الشركات مش بتحب كده. يعني حتى البلان اللي انا عملتها دي اللي انا باخد رايك فيها دلوقتي، ان انا حتى اساعده لو عنده مشكله في الهايرنج، عنده مشكله في الديلينج، عنده مشكله في اي حاجه، احنا مع بعض مفيش مشكله. ما دام انت عندي، انت مفيش مشكله نصلح. هو النجاح بيجي منين؟ من ان انت بتدي المعلومه او بتدي التاسك للي فاهمها. وانا لو عايز، يعني انا عندي مثلا هي اسمها كده شركه استشارات قانونيه، حلول اداريه. لما ادي الراجل ده مفتاح ان تعالى حل صلح عندي، وهو يعترض، يبقى انت مخبي ايه مش عايزنا اشوفه؟ طيب يعني انت عندك ايه مش عايزنا اشوفه؟ ما تخلينا اساعدك. وفي النهايه في كونتراكتس بيني وبينك، في لو في اي حاجه عندك ليك كامل السريه، ومش مطلوب منك انك تطلعني على عدد الموظفين ومرتباتهم ولا انت دخلك قد ايه في الشهر. بس انت عندك كراش هنا. ليه ما يبقاش مثلا فكره الهايرنج اللي انت بتقولها تيجي من ويكي اف اكس؟ اصل دي اللي هيبقى عندها العميل، وفي من العملاء ناس بتعرف تبقى موظفه بعد كده. طب ما انت عندك التارجت جولز. لا انا بشوف ان انت استمر، لان في حاجات بتفرض نفسها يا اسامه. بالظبط. وانا شايف ان ويكي اف اكس هتفرض نفسها على اي شركه، لان العملاء الجديده جايه لا محاله. بالظبط. ان شاء الله هعمل كده حبيبي. انا مبسوط بالحلقه دي جدا، ومبسوط ان انا قعدت معاك، وان شاء الله يبقى بينا شغل كتير، ويومك جميل يا رب. شرفت بيك يا اسامه، شكرا جزيلا.